من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. أهلا بيكم في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. أنا إيمان إبراهيم، أمين متحف في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. إحنا النهاردة في عصر الدولة المملوكية، تحديدا بنتكلم عن المعادن، الأشياء المصنوعة من المعدن. هنا هنتكلم عن الطست، وأحكي لكم حكاية جميلة. إن المقريزي كان كاتب في إحدى كتاباته بيحكي عن الطاسات والأواني اللي كانت بتبقى مصنوعة من المعادن، فبيحكي لنا قصة وبيقول إن في وقت من الأوقات ازدهرت في مصر صناعة الطاسات أو الطاسات اللي مكفته بالفضة. هي كانت بتبقى مصنوعة من النحاس وتكفت بالفضة، وكانت بيبقى النقش فيها موجود من جوه ومن بره.
فقال ان هي انتشرت جدا، وكان لازم كل عروسه تيجي تتجوز يبقى موجود في الشوار بتاعها الطاسات ديت. كان بيقول لازم يبقى موجود دكه من النحاس، ويبقى موجوده فيها 7 من الطاسات. طبعا احجامها بتختلف، كل احداها تصغر عن ما قبلها، يعني الحلل حجمها بيصغر. وكمان بيقول ان هي كانت بتبقى بمبلغها اكتر من 200 دينار ذهب. وكان بيقول ان في الوقت ده كانت كل النساء او تقريبا لم يخلو بيت اسلامي من في القاهره او في مصر كلها من الطاسات المصنوعه من النحاس المكفته بالفضه. وطبعا زي ما انتم شايفين الطاسه اللي موجوده قدامنا ديت هي موجوده عليها معموله باسم السلطان الاشرف ابو النصر قايتباي، وده تولى حكم مصر في الفتره ما بين 872 ل 901 هجريا. فن الارابيسك. فن الارابيسك فضل لمده طويله جدا مشهور ومعروف ان هو كل الزخرفه الاسلاميه اطلق عليها الارابيسك، لحد ما جالنا عالم مستشرق وعرف ان الارابيسك ده لا مش من ضمن الزخارف الاسلاميه، او لا يشمل كل الزخارف الاسلاميه، لان احنا عارفين ان الزخارف الاسلاميه فيها زخارف نباتيه وهندسيه وكتابيه، وطبعا في رسوم حيوانات وفي رسوم لكائنات حيه. طبعا زخرفه الارابيسك هو عرفها على انها زخرفه نباتيه، يعني اقتصرت فن الارابيسك في تعريف هذا الرجل على ان هي زخرفه نباتيه ومحوره وليس لها علاقه بالطبيعه، ولكن ان هي بتدل على مدى فكر المسلمين، لانها بيبقى ملهاش بدايه وملهاش نهايه، وتعتبر بدايتها نهايتها، وانما اللي ينظر اليها يدور في فلك او يسرح في ان هي متداخله ومتشابكه، محدش يقدر يطلع البدايه والنهايه بتاعتها. طبعا النموذج اللي قدامنا ده هو شكل من زخرفه الارابيسك، وهو زخرفه نباتيه متداخله، وطبعا لو بصينا هنلاقي كمان فيها الشكل النجمي موجود، وده طبعا كانت الارهاصات او البدايات بتاعه الطبق النجمي كانت في اخر عهد الدوله الفاطميه او من عهد الدوله الايوبيه، برضو كان في ارهاصات ولكن ظهرت وبقوه بعد كده. ومن ابيات الشعر اللي كتبها المسلمين على الزخارف بتاعتهم: اغنيتك متغيره مثل اطارها النجمي، والبدايه فيك مثل النهايه، والنهاية مثل البداية أبدا ودائما، وما في الوسط شاملا للبداية والنهاية، وما في البداية يبقى إلى ما لا نهاية. قاعة الفلك. طبعا احنا عارفين ان المسلمين اهتموا جدا بعلم الفلك لما له دلالة دينية عندنا. ليه؟ لان هو بيدلهم او بيساعدهم في معرفة المواقيت. طيب احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن عالم مسلم اسمه ابن يونس المصري. ابن يونس المصري ده يعتبر العالم الوحيد المصري من الصعيد اللي اسمه اطلق على جزء من سطح القمر. الجزء المظلم في سطح القمر اطلق على جزء منه اسم ابن يونس المصري. ليه ابن يونس المصري اطلق اسمه على سطح القمر يا جماعه؟ علشان خاطر ما له من اسهامات كبيره جدا في علم الفلك. عمل ايه ابن يونس المصري ده؟ ابن يونس المصري ده تقريبا اتولد في عهد الدوله الاخشيديه، وكبر في عهد الدوله الفاطميه، واشتغل معاهم لمده 26 سنه. طبعا هو من اسره مشهوره جدا انها كانت اسره علماء. احنا عارفين ان باباه كان مؤرخ مهم جدا في مصر، وكمان كان كتب كتير قوي عن التاريخ المصري ويرجع له كثيرا، وكمان جده كان عالم من العلماء الفلك برضه. وابن يونس المصري بما انه تربى في بيت كله علم، هو كمان طلع عالم، وطلع عالم مهم جدا. عمل ايه ابن يونس المصري؟ هو طبعا احنا نسمع عن خاطر البندول او رقاص الساعه. البندول دوت طبعا احنا عارفين ان جاليليو هو اللي اخترعه، ولكن ابن يونس المصري عرف بندول الساعه قبل جاليليو ب 600 سنه، وطبعا الكلام ده كله موثق ومكتوب. ابن يونس المصري احتاج اليه خليفه فاطمي وقال له انا عايزك تكتب لي جداول فلكيه. ففعلا اتعمل له مرصد في فوق جبل المقطم وفضل يشتغل فيه، وعمل كتاب مهم جدا اسمه الزيج الفلكي. الزيج الفلكي ده يعني الجداول الفلكيه بلغتنا الدارجه دلوقتي ان هي الجداول. عمل الجداول ديت وقدر ان هو خلال فتره
شغله في المرصد اللي اتعمل له ده ان هو يرصد حوالي 40 اقتران نجمي وحوالي كتير جدا من الكسوف والخسوف. قدر يثبت مدى حركة القمر. هو أول من وضع قانون في حساب المثلثات القروي، وده تعتبر حاجة مهمة جدا. الكتاب بتاعه فضل اللي هو الزيج الفلكي ده يترجم للغات عديدة، ويعتبر هو كتاب مهم جدا في الفلك، والحسابات بتاعته كانت دقيقة جدا لدرجة ان هي لحد الرقم السابع عشري الأرقام بتاعته صحيحة، لدرجة ان هي دلوقتي بتحتاج حواسيب علشان نقدر نثبت مدى دقة لحد السابع عشر. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها. صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.